كتر الف خيره في الشمس اللي احنا قاعدين فيها دي والله العظيم. يعني والله العظيم احنا في الدور ال 12 وفي عز الشمس وربنا يعلم بالقعده اللي احنا قاعدينها. فكتر خير كل واحد بيقول كلمه حلوه في حقي. مالها الزوز مالها؟ موجود عندك ماشي يا زوز. اللي عايز حاجه يا جماعه زوز عنده قطع غيار ايه اللي عايز. الله يسعدك يا ياسين. يلا يا جماعه لما بنيجي نغسل التكييف يا جماعه بنغسل التكييف منين؟ حاضر يا اسلام عينيا. اللي بيقول نغسل التكييف يا جماعه لما نعوز نغسل التكييف هل بنجيب ميه هنا؟ هل بنجيب ميه على المروحه؟ شدوا يا جماعه تكبيس، شدوا تكبيس بعد اذنكم. هل لما بنيجي نغسل التكييف بنغسل التكييف ده كله كده؟ بندلوا الميه فوق هنا؟ بندلوا على المروحه؟ بندلوا على السلك؟ منين يا جماعه بنغسل التكييف؟ حد عنده معلومه؟ منين بقى؟ من انهي جهه؟ الله ينور عليك يا سبعاوي. السربنتينه اللي ورا دي يا جماعه. السربنتينه اللي ورا دي اللي بنغسل منها التكييف يا جماعه. هي دي الكويل ده كله ده اللي بتغسل منه التكييف. طب واحد قال لك يعني عميل جه كده قال لك انت فني والعميل قال لك انا عايز اغسله بس انا مش هقدر اغسله في الشارع. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. تعال اقول لك ليه. شد يا جماعه تكبيس، تكبيس محدش يقصر، ونتمنى نشوف حاجه في الهدف يا رجاله. محبه منك، دعمك هيفرق معانا. يا رب حوت يا رب حوت. دعمك هيفرق معانا، نتمنى نشوف حاجه في الهدف يا جماعه. ادعوا زي ما الراجل ده بيدعي كده الله يسعده يا رب. ياسين يحصل يبوظ طبعا. بص يا جماعه عندنا الكويل اهو، الكباس ده في الشارع غير اللي هناك ده في الشارع. فالعميل قال لك انا مش هقدر اغسله في الشارع لان في ناس تحت ومش عايز اعمل مشكله مع حد ولا حد يزعل مني. فهمتوا الفكره؟ طيب مش عايز يغسله في الشارع. ايه العمل يا جماعه؟ في الوقت ده احنا بنعمل ايه او ايه الحل؟ حد عنده حل؟ لو انت مش عايز تغسل التكييف في الشارع، العميل مش عايز يغسله في الشارع عشان في جيران وفي ناس ومش هيقدر يغسله في الشارع، ايه الحل؟ الله ينور عليك. يفك الجهاز صح كده؟ طب تعالى اعرفك انا بقى ازاي تفك الجهاز وازاي تحبس الغاز. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ الله يسعدك يا الزوز، الله يزيدك يا رب. ايه رايك يا سبعاوي؟ تعالى اقول لك ازاي نحبس الغاز ونفك الجهاز. بس نتمنى يا سبعاوي ادعي لنا دعوه حلوه. هنحبس الشحنه اهو. ادعي لنا دعوه حلوه كده، حد يفرحنا بحاجه في الهدف يقدر تعبنا ومحتوانا. دعواتكم بس يا جدعان وتكبيسك وشيرك. شجعونا يا جماعه على محتوى جميل بنقدمه، محتوى علمي محتوى مفيد، شجعونا عليه بالله عليكم. ابو سفيان الله يسعد قلبك يا ابو سفيان. ليفل 8 الراجل والله الله يزيده يا رب. يا رب يا سبعاوي والله العظيم يا سبعاوي هنبقى فرحانين جدا لو شفنا الحوت. هنبقى فرحانين جدا لو شفنا الحوت. هنتشجع اكتر، هنشرح اكتر، هندي معلومات اكتر، وعمرنا ما هنقصر مع حد والله العظيم. فنتمنى يا سبعاوي يا رب يا رب يرزقنا بالحوت. يلا يا رجاله. بص يا جماعه بنشغل التكييف ماشي. لما بنيجي نحبس الغاز عشان نفكه وننضفه بنشغل التكييف ده اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه نعمل ايه بقى؟ بس لازم يكون التكييف شغال، الوحده دي لازم تكون شغاله. انا عندي محبسين. حاضر يا سبعاوي هشرح لك دلوقتي. انا عندي محبسين اهم. انهي محبس اللي هنبتدي نقفله يا جماعه؟ المفروض احنا هنقفل الاثنين بس في واحد قبل واحد. حد يعرف انهي اللي هيتقفل الاول؟ الصغير ده ولا الكبير؟ طبعا معانا مفك الانكيه اهو، ده اللي بيحبس الغاز يا جماعه. مفك الانكيه ده اللي بيحبس الغاز. حد يعرف هنقفل انهي محبس الاول؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير اللي تحت ولا الصغير؟ ايه رايك يا سبعاوي؟ كي تحياتي ليك يا كي بيقول الكبير، ايهاب وشادي بيقول الصغير، ياسين بيقول الصغير. هنقفل انهي يا جماعه؟ اخر كلام. مالكش دعوه يا محمد. يا محمد في ناس لسه داخله يا محمد. محمد تحب اثبت لك؟ عشان تقعدش تقول لي بس كل يوم مش كل يوم. في ناس لسه داخله الحمد لله وعايزه تعرف. فانت مالكش دعوه، انت شفت المعلومه دي او عرفتها خلاص يا باشا. لو المحتوى كله مش عاجبك ما تقعدش اصلا، ما تقعدش. تمام يا رجاله؟ حبيبي يا كريم. هو كريم ده كل مره بيخش معايا اهو ونسي قال الكبير. لا يا جماعه مش الكبير، الصغير. كريم كل مره بيخش معايا وموجود معاه مشرفنا على طول، نسي انهي محبس. الصغير يا جماعه اول محبس هنقفله. الله يسعدك يا رب. الله ينور عليك يا اميره. يا سلام عليك يا اميره. معوج اميره فاهمه يا جدعان في التكييف. كفو منك يا اميره. بص يا رجاله هنقفل المحبس الصغير اهو. خد بالك التكييف شغال. التكييف شغال لازم يكون شغال، ده شرط. لازم يكون التكييف شغال عشان اقدر احبس الغاز. وابتدي اقفل الصغير يا جماعه. التكييف شغال. اتفضل اتفضل. مالكش دعوه يا زريفان. يا جدعان ما حدش يحرج نفسه. بالله عليكم.
اصل هتقول لي كلمه مش كويسه انا هرد عليك بكلمه مش هتعجبك، فبلاش، خلينا نفيد الناس، بلاش طريقه حاجات سلبيه. الله يسعدك يا اميره ويرزقك يا رب. منين يا اميره؟ بلاش كلام سلبي، خلونا نفيد الناس بالله عليكم. اللي عنده كلام سلبي يروح يقوله في لايف تاني، ما يجيش عندنا يقوله. كده احنا قفلنا المحبس الصغير، ماشي؟ كده احنا قفلنا المحبس الصغير. تحياتي لاهل الكويت، تحياتي لاهل الكويت، تحياتي 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 عزيزه الكويت، عزيزه الكويت. يا اميره ايه رايك في المحتوى بالله عليك؟ ايه رايك في المحتوى؟ الحمد لله يا ياسين، احنا في القاهره يا ياسين غصب عننا معلش. كارمش، ارحب يا كارمش. الله يسعد اهل الكويت يا رب، الله يسعد اهل الكويت. سبب تتليجي تكييف المركزي، حاضر. الشو نظف المكيف من الداخل، حاضر حاضر عينيا. الله يسعدك يا سبعاوي. ومن طالما محتوى كويس يا سبعاوي، محدش بيحقق لنا حاجه في الهدف اللي يا سبعاوي. طيب الهدف هيتحقق يعني ان شاء الله. الله يسعدك يا المبارك، الله يسعدك يا اميره يا رب. ادعي لنا بقى يا اميره نسكر الهدف، يبعتوا لنا قلوب، يبعتوا لنا حتايه، يا مسهل يا رب. كده احنا يا جدعان ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. طول ما في ناس بتدعي لنا الله يسعدكم يا رب. الله يزيدك يا ابراهيم، الله يسعدك يا المبارك. والله العظيم حي عينيكم، حي عينيكم، كل الناس الطيبه، كل الناس الجميله اللي بتدعي لنا دعوه حلوه، على راسي على راسي. الله يزيدكم يا رب، الله يزيدكم على راسي. كل اخواتي اللي في اللايف المحترمين، الله والله العظيم يا مبارك عندك حق. والله العظيم بتلاقوا محتويات مالهاش اي 60 لازمه وناس رايحه لها. تحياتي الفهد، تحياتي الفهد. ربنا يزيدك، الله يسعدك يا اميره. ربنا يزيد فهد يا رب ويبارك له يا رب، يحفظه ويوقفه على رجليه سالم غانم ويديله الصحه ويزيدوا اضعاف الاضعاف يا رب. اي خدمه يا باشا. تحياتي لاهل الكويت. يلا يا جدعان، ربنا يزيدك يا رب ويديك الصحه يا غالي. كده احنا يا جماعه، الله يسعدك يا مبارك. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه اتحققت يا جدعان؟ في حاجه اتحققت ولا انا متهيألي؟ ايه ده؟ الله يسعدك يا ابو فهد، الله يزيدك. دي جت متاخره. الله يسعدك يا ابو فهد، حي عينك. الله يزيدك الحوت، الله يزيدك يا ابو فهد، الله يزيدك يا طيب، الله يزيدك، الله يزيدك. حي عينك، حي عينك. الله يبارك لك يا رب. انت من الكويت يا طيب؟ الله يزيدكم. والله العظيم الكاميرا عندي الموبايل بيسخن مني، فالله يزيدك، الله يزيدك، الله يزيدك، الله يزيدك. شكرا. الله يزيدك يا ابو فهد، الله يخلي فهد ويزيد فهد يا رب ويديله الصحه. الله يزيدك. شكرا شكرا. شفتوا يا اسلام دعواتكم لينا؟ الله يزيدك يا طيب، الله يزيدك يا طيب. والله احنا قلنا القلوب مش هتتحقق، الهدف اتحقق. الله يزيدك يا رب، الله يشفيه يا رب، الله يشفيه ويعافيه ويديله الصحه. يا جدعان كله يدعي الفهد ربنا يشفيه يا جماعه بالله عليكم. اللي بيحبني كله يدعي الفهد ربنا يشفيه بالله عليكم. والله العظيم الراجل محترم، الله يزيده يا رب ويشفي له فهد يا رب. على المواسير في ميه كده تكييفك شغال تمام. لما تلاقي مواسيرك فيها ميه هنا، انت كده تكييفك شغال 10/10، تكييفك شغال 10/10. الله يسعدك يا ابو فهد والله يشفي فهد، الله يشفيه، الله يشفيه، الله يشفيه ويعافيه يا رب. شكرا على الفرحه اللي فرحتاني والله العظيم. الله يسعدك، شكرا على الفرحه اللي فرحتاني والله العظيم يا ابو فهد، والله العظيم. طول اللايف احسن نوعيه كارير. يلا يا جماعه، الله يسعدك يا ابو فهد، الله يسعدك. راجل محترم، الراجل الكفو. الله يزيدك، الله يزيدك ويشفي لك فهد يا رب ويديله الصحه يا رب. ان شاء الله هتيجي المره الجايه تقول لي فهد خف وبقى كويس. اتفضلي يا اميره، وبقى بخير، ودعواتنا مش هنوقف. الله يخليك يا اسلام، يا رب يا اسلام. مش بعيد على ربنا والله، بس كتير قوي الاسد ده، كتير قوي علينا، احنا غلابه. كله بامر الله طبعا، الحمد لله. الله يسعدك يا ابو فهد يا رب. ابو فهد ساهم معانا يا جماعه في دفع الفاتوره اهو، دفع علينا يعتبر ربع الفاتوره. ابو فهد رديت المتابعه يا عم. اكبر حاجه اليونيفرس يا جدعان، ما حدش يالف يا حامد. اكبر حاجه عشان ما ننساش المحبس الصغير. قفلنا المحبس الصغير يا جماعه، شغلنا التكييف وحبسنا المحبس الصغير الاول. حاضر يا رحال والله، حاضر عينيا والله. بعد ما نقفل المحبس الصغير نخلص بس حبس الغاز وهجاوب على الناس يا جماعه، ناخد اسئله. بعد ما نقفل المحبس الصغير يا جماعه، بعد ما نقفل المحبس الصغير نخش على المحبس الكبير بعد 30 ثانيه. يعني نسيب التكييف شغال 30 ثانيه بعد ما نسكر الصغير، ونخش على المحبس الكبير نقفله. شدوا تكبيس يا جدعان، شدوا تكبيس. نقفل المحبس الكبير، نسكر المحبس الكبير. بعد 30 ثانيه يكون الغاز اتسحب كله واتحبس في الضغط. يا اميره
كده احنا قفلنا المحبس الكبير، كده احنا سكرنا المحبسين خلاص. كده الغاز يا جماعه محبوس جوه. يا عم انا امبارح ما طلعتش لايف اصلا، انت بتالف. كده المحبس محبوس جوه. يا اميره معلش، انت كان عندك سؤال كنت هتساليني على حاجه، حقك عليا انا بشرح، حقك عليا، سامحيني سامحيني. بس ابو فهد عمل لنا فزعه كده وفرحنا، الله يزيده يا رب ويشفي له فهد، فحقك علينا. اسالينا السؤال تاني وانا هجاوبك عليه، حقك علينا. انا بحب اهل الكويت جدا وعلى راسي. ابو فهد من الكويت صح؟ انا بحب اهل الكويت جدا وعلى راسي والله. ماله الغاز ماله؟ كده احنا سكرنا يا جماعه الغاز، التكييف شغال. خد بالك بعد ما تسكر كام نسبه الغاز بالقطعه؟ يعني ايه بالقطعه يا اميره؟ غاز الكام وانا اقول لك بيتشحن على كام؟ يعني قول لي الغاز بتاع تكييف الكام؟ هل تعرفي غاز الكام ولا تحب اعرفك؟ حاضر يا عمر. كده احنا سكرنا الغاز يا جماعه والتكييف شغال. لازم نطفي التكييف، ما نستناش. لازم نطفي التكييف بعد ما نسكر الغاز، لان التكييف شغال ممكن الكباس يتحرق او ينفجر. يا رحال الله يزيدك يا رحال، الله يزيدك يا رحال. اي حد بيبعت اي حاجه يا جماعه حتى لو ورده الله يكرمه يا رب، الله يكرمه. يا اميره على حسب نوع الغاز، انا مكاني في مصر. نوع الغاز ايه؟ 22 ولا 410 ولا كام؟ حبيبي يا كينج انا من مصر يا كينج. نوع الغاز ايه؟ مكتوب على الجاز يا اسلام بالظبط، مكتوب على الجاز. لا غاز 22 عنايه ليك يا اميره، عنايه ليكي. بص يا اميره الغاز 22 احنا بنشحنه على العداد على رقم 60. يعني احنا عندنا عداد مؤشر كده عداد، بنفضل نشحن لغايه ما المؤشر ده يوصل معانا ل 60 55 60، ده اقصى حاجه مش اكتر من كده. ايه العلامات اللي هتبان بقى عندك يا اميره وتثبت ان التكييف اشتغل كويس؟ هتلاقي هنا مواسير نقطت ميه، صح يا اميره؟ اول ما المواسير دي تقط ميه يبقى تكييفك ظبط الشحنه. هتبص على العداد هتلاقيه 55 60. ايه رايك يا اميره؟ حلوه المعلومات؟ بس انت شاطره يا اميره، انت فاهمه. يعني عارف انا اول مره اشوف واحده بتشتغل في مجال التكييفات بصراحه. شوف انسه كده تشتغل في مجال التكييفات. حاضر يا ابن العز حاضر. خلاص يا اميره كده فهمتي؟ انت عارفه كده كده. يلا يا جماعه فاضل القلوب. لا احنا ما عندناش ميزان يا سبعاوي، احنا ما عندناش ميزان، احنا بنشتغل بالعداد. يلا يا جماعه فاضل القلوب. يعني اللي يقدر يحقق القلوب كتر خيره. يا اميره انت في الكويت، طب شوف لنا شغلانه. مش الاثنين عادي يا رحال، طالما في ماسوره فيهم ميه مش مشكله الاثنين، المهم في ميه ما يكونش فيه تلج. خلاص كده يا جماعه عرفنا ازاي نحبس الغاز؟ عرفنا ازاي نحبس الغاز عشان نفك التكييف؟ يا جدعان عايزين نسافر، لو في سفريه عند حد ما يقولوا لنا. الكويت الامارات احنا خبره 20 سنه في التكييفات، بنشتغل سبليتات، فاللي عنده اي سفريه كتر الف خيره. عرفت يا جماعه ازاي نسكر الغاز؟ حد سمعها تمام؟ حد عايز يعيدها؟ ملوث البيئه فعلا. حد عايزنا نعيد موضوع تسكير الغاز؟ قلنا التلج على المواسير ايه سببه؟ شرحنا التلج على المواسير ايه سببه؟ ماسوره صغيره بعطل غاز، الماسوره الكبيره نظافه او مروحه ضعيفه. نعيد؟ لو ما بيديش تبريد يا رحال يمكن الفريون يكون عندك سرب كله، لازم نعلق العداد، احتمال يكون الفريون نزل تحت الصفر حبيبي يا عمر، فلازم نكشف على الغاز. حد عايزنا نعيد تسكير الغاز؟ شدوا كبيس يا جماعه. حد عايزنا نعيد تسكير الغاز؟ حد عايزنا نعيد تلج على المواسير؟ ها قبل ما نخش على اللي بعده. الباور حلو بس مش عارف موجود منه ولا لا. حبيبي يا عبدو شكرا على الشير. اتفضل يا زاهر مش عارف. شيرر لا يا مصطفى.